السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام. تحية لكم جميعا. أرحب بكم على قناتكم مصطفى نيوز في هذه الإطلالة المتواضعة. ارتأيت نشوفوا جميع المؤتمر الصحفي اللي دار وليد الركراكي اليوم، يعني قبل المقابلة المصيرية غدا الخميس ضد المنتخب الكندي على الساعة 6 بتوقيت قطر و4 بتوقيت المغربي و10 صباحا بتوقيت كندا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المقابله كما اشار لها وليد في المؤتمر الصحفي تكون مصيريه، لان كما تعلمون منتخب المغرب متواجد في المجموعه السادسه مع منتخب كندا ومنتخب بلجيكا وكرواتيا، ومنتخب كندا قد اقصي من هذا المونديال وغادي يرجع للبلاد. يعني في هذا الماتش غادي يكون مصيري وهما ما خاسرين والو، غادي يلعبوا على الدرابو، على يرفعوا يرفعوا لونور ديالهم، خاصة انهم غادي يوجدوا كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك. هما بغي يبريباروا اللاعبين ديالهم للمونديال القادم. هما كما شار وليد الركراكي غادي يلعبوا 100% وغادي يحاولوا يفوزوا، يباغتوا النخبة الوطنية ديالنا. فلهذا فهو تيحضر اللاعبين انهم خصهم يكونوا في جاهزيه على اكمل استعداد باش يفوزوا في هذه المقابله ويتاهلوا للدور الثمن او الدور 16 من كاس العالم قطر 2022. المقابله الثانيه غادي تلعب في نفس الوقت اللي تجمع منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا. يعني مؤتمر صحفي كيسلط فيه الضوء وليد الركراكي على يعني تحضيرات المنتخب وعن اخر مستجدات اللاعبين والاصابات اللي يمكن كانت تاثر على اللاعبين. نخليكم مع هذا المؤتمر الصحفي ونعودوا ونرجعوا ان شاء الله من بعد هذا اللقاء الصحفي. ما تمشوش بعيد. نعم. بونجور كوتش. صراحيا موقع لو ماتان سبور. كوتش كنعرفوا بان المنتخب الكندي يعني ما عنده حتى شي فوز في كاس العالم، بما انه هذه اول مشاركه ليه، وشفنا المدرب ديالو قال بانه بغاو يدخلوا للتاريخ، يعني بغاو يدخلوا لهذه المباراه المنتخب الوطني المغربي وياخذوا 3 النقاط ويربحوا بها. وليد، يعني كيفاش كتشوفوا نتوما هذه المقابله؟ واش غادي تدخلوا باش انكم تربحوا المقابله ولا غادي تحاولوا انكم تجيريو الماتش باش تخرجوا يعني على الاقل بالتعادل؟ ميرسي. لا، احنا غنديروا لو ميم بلان اللي كنديروا ديما، كندخلوا ديما باش نربحوا، وغنديروا غلط كبير ولا دخلنا باش ما نخسروش. هما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار ديالهم. بالنسبه لي سي اون دي ميور زيكيب، بوكو دانتونسيتي، بوكو دو جون جوار. ما غاديش يخلونا نرتاحوا. نتوما بحال اللي قلتي باغيين يدخلوا في ليستوار، باغيين يهزوا لي بروميي بوين. حنا اون فالي ريسبكتي، عندنا بزاف دو ريسبي في هاد الفرقه، بحال اللي درنا مع كرواتيا مع بلجيكا. اللي مهم حنا اللي كيامنا مور هاد الماتش هي نكونوا في الدور الثاني، سي سكي امبورطون. مي يكور بوكو دانتونسيتي، اون ايكيب كي ليبيري، ما خاسره والو. انكور بلوس ماتنون à nous d'être très intelligents باش نجيريو هذا الماتش، باش ندوزو. هادشي اللي كيامني. من بعد ولا بدينا كنفكروا بزاف في لو ريزولتا اللي خصنا، on va faire une grosse erreur. mais on a اللي كنا بغينا حنا هو تكون عندنا كلشي في يدينا. هذيك لي كالكول ديال خصنا نربحوا من بعد نستناو يا اخرين ولا خسروا، ولا دابا ما عندناش فين نتحبعوا. عندنا الرباح والتعادل ديالنا، خصنا نجيبوا هذه النتيجه. من بعد كندا الصراحه غيجيو الحق ما كيامناش شنو باغا كندا، كيامنا شنو بغينا حنا. هما سي نورمال تو لي ماتش كانوا باغيين يدخلوا في ليستوار مع بلجيكا مع كرواتيا. à nous de montrer qu'on mérite de se qualifier. السؤال ديالي عافاك وليد على لي بليسيور، قدرتي تطمنا على الحاله الصحيه ديال اللاعبين؟ شفنا الماتش الاخير بزاف اللاعبين خرجوا مصابين، كذلك لومبيونس داخل لو جروب. كنعرفوا وليد ديما ما كيهضرش حتى كيسالي يعني الادوار النهائيه. باقي ماتش صعيب امام كندا، باقي ما درنا والو كما كتقول وليد. واش هاد باقي ما درنا والو وصلتيها بطريقتك للاعبين؟ شكرا. مور ماتش حنا عارفين شنو باغين وحنا عارفين علاش جينا. اوني موتيفي الحق. كنعرفوا من الكره طون كو لاربيتر ما صفرش وما تاهلناش وما درناش باش ندخلوا في ليستوار، ما درنا والو. الدراري عارفينها. دابا من باب بحال اللي قلتي عندنا بزاف د لي جوار اللي ماشي 100%، عارفينها ملي جينا الكوب دي موند. الحق اللي فرحان، اي واحد باغي يلعب، اي واحد باغي يتقاتل. عندنا ان جروب ديال 26 لاعبين واللي غيدخل
غيتقاتل بالحق. الصراحه في الماتش بلجيكا كانوا بزاف الدراري لعبوا ماشي à 100% de leur capacité. بالحق مونطالمون كانوا à 100% de leur capacité وباغيين يموتوا معنا. دونك غنبقاو في هادشي. اي ماتش اللي كيزيد كاين لا فاتيك كاين لي بليسيور. مي اي فرقه في لا كوب دو موند عندها هاد المشاكل. اون با سبلاندر. عارفين شنو عندنا شنو كنتابعنا. اي ا موا دو فير مع الستاف لو ميور شوا بوسيبل باش اللي غيدخلوا غيتقاتلوا. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance depuis le début de la compétition. Diana, Tissoudali, Louza, Massina, Harit, plus les blessures, il y en a d'abord. Mais on s'accroche. Mais c'est bien parce que ça veut dire qu'on a un bon état d'esprit. C'est le plus important. سؤال مباشر سي وليد. شفنا طريقة لو سيستيم دو جو ديالكم كان رائع جدا لا مع كرواتيا ولا مع بلجيكا، خاصة أنكم لعبتوا الشوط الأول مع بلجيكا مغاير في الشوط الثاني. الآن مباراة فاصلة، كما قالوا الزملاء أنه جوج منتخبات بالأمس كانوا كيكفيهم التعادل صدقوا تإليميناو. الوغ ولو أن كنعرف الفلسفة ديال وليد الركراكي أنه كيناقش هذه المباراة، ولكن خصنا نفكروا لأن واحد النص ديال التأهيل عندنا في الجيب ما خصناش نفرطوا فيه. ثانيا ان كاع المنتخبات كيشوفوا الخصم المقبل والنهايه. يعني بالنسبه لكم باش تفاداو المنتخب الاسباني مثلا خاص الفوز للمنتخب الوطني في هذه المباراه هذه. شوف غنرجع اللي قلت دابا باش نسالوا بهذا الشيء. حنا عندنا ان ماتش جوي كنفكروا غير في هذا الماتش، كنفكروا في كندا. من بعد اللي كيامني انا ماشي اللي داروا اخرين كانوا خصهم يربحوا ولا ديجا لي ماتش اخرين كانوا كونفرونطاسيون ديريكت ماشي بحال. علاش قلت انا قبيله الحمد لله الكندا ما لعباش لا كاليفيكاسيون ديالنا معنا، هما ما لاعبينش لا كاليفيكاسيون. واخا يربحونا واخا يفرحوا عندهم 3 بوين وما غيبقاو في الدار، هذه 100%. دابا اللي لاعبين لا كاليفيكاسيون هي حنا كرواتيا وبلجيكا، وحنا لاعبين مع الفرقه اللي ما تقدرش تاهل. دونك هذه داخله في الدماغ ديالنا اللي هما ما لاعبين على والو. اي سا دو انكور بلوس نو موتيفي باش نوريو لهم اللي حنا عندنا كيك شوز ا بيردر. دونك نو اون اي كونسونطري سور سا اي اون اي كونفيون. غنلعبوا مع لي كاليتي اللي عاونونا باش نديروا التعادل ونربحوا مع بلجيكا، وغنحطوا لو ماكسيموم ديالنا باش في الاخر ما تكونش عندنا لي ريغري. ولا حطينا كل شيء تقدر الماتش كان اي سيناريو نقدروا ندوميني ونضربوا لي بوتو ويماركوا في الدقيقه الاخريه ومن بعد سا سي الفوتبول. مي اللي كيامنا حنا هي دو دوني لو ماكسيموم دو با افوار دو ريغري كون ايتي كويرون في كاس العالم ديالنا. من بعد كل شيء من عند الله. لو فوتبول يا ريان داكي. وليد محمود عبد الله العين الإخبارية، سؤالي لحضرتك وانت جاي من المغرب لكاس العالم، كانت طموحاتك هو الوصول لدور ال 16 ام هناك طموحات ابعد؟ وهل وانت بتلاعب بلجيكا وبتلاعب كرواتيا تاني ورابع العالم، هل حسبت السيناريو ده ان المغرب تقدر تعدي المجموعة وتوصل لدور ال 16؟ احنا جينا على هادشي بالحق. هاد لا كومبيتيسيون هاد كاس العالم ماشي سهله. كتشوفوا اي ماتش كيتلعب في لي ديتاي كيتلعب في بوالو وحنا عارفينها. وعلى هادشي حنا اللي بغينا هي نحترموا اي فرقه وغنحترموا هاد فرقه كندا واللي كيامنا دابا ملي دوزنا هاد جوج ماتشات نساو كرواتيا نساو بلجيكا ملي كانوا الثانيين ولا الثالث صافي هادي ما بقاتش في راسنا. خصنا نكونسونطراو في كندا باش نفرحوا البلاد ديالنا ونوريهم لي هاد النتيجه اللي درنا ماشي درناها غير بوالو. هادشي اللي كيامنا اليوم. كابتن وليد، كلنا شفنا تألق احمد عويس صحفي مصري، شفنا تألق المنتخب المغربي مع مدربه الوطني وليد الركراكي، منتخب السنغال مع مدربه الوطني اليو سيسي، منتخب غانا مع مدربه الوطني. هل حان الوقت لتعتمد افريقيا على ابنائها من نجومهم الكبار لقياده منتخباتها المحليه واعتماد الأندية على المدربين المحليين والتخلي تماما عن عقدة الخواجة زي ما بنسميها في مصر، واعتماد على النجوم المدربين الأفارقة للفرق والمنتخبات؟ شكرا. مزيان بالنسبة لنا بعدا مزيان الكرة أفريقية ملي بداو كيتيقوا في ولاد البلاد ولاد الشعب. دابخي كاين بزاف لي فورماسيون دابا اون كومونس ا كاملين كنداو لي فورماسيون ديالنا في لافريك ولا على برا. On est des anciens joueurs يمكن كنعرفوا احسن من اي واحد بلادنا والروح اللي خصنا نحطيو. انا كنت فرحان بزاف البارح الاليو باسكو تا هو في بلاد ديالو
كلا الحصى واخا كيربح واخا كيدير ديما حنا ما فرحانينش. ملي واحد عنده واحد كميتجا ولا عنده شعر مزيانين كتفرحوا وما واقفين كيعرفوا يديروا. دونك سي بيان كاليو مرة الثانية الفرقة ديالو في كأس العالم، دابا دوزو الدار الثاني. السنغال وراونا واحد الطريق اللي حتى حنا بغينا ندخلوا فيها ونزيدوا لقدام. مي ابخي سي لي كومبيتونس، مي كاين واحد كومبيتون يقدر يعاون البلاد مرحبا، ولا هو البلاد احسن بالنسبه لي. Morad Moutaoukil, M24. Deux questions pour Bilal et pour le coach. Bilal, je voudrais savoir, à droite, je voudrais savoir comment tu vis ce moment en Coupe du Monde dans le groupe, au sein du groupe. Qu'est-ce que tu en penses de cette expérience et de cette aventure? Walid, est-ce que demain tu pourras disposer de l'ensemble de tes joueurs? Est-ce que l'infirmerie est vide en l'occurrence? Salam alaikum. Alors, oui, bien sûr, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que chaque enfant rêve de participer à une Coupe du Monde. Et moi, à mon jeune âge, le coach m'a choisi pour venir à cette Coupe du Monde. Et كل لاعب يود أن يلعب في كأس العالم وأنا فرح بتواجدي هنا وأن je suis dans le groupe. Je suis comme le petit frère. أتواجد في هذه المجموعة. أنا كالأخ الصغير لهذه المجموعة وأنا سعيد بتواجدي هنا. Bonjour coach. سي وليد، تلاقينا مع الوالده ديالك الله يخليها ليك، الله يطول عمرها، بكات مع المغاربه، فرحات مع المغاربه. بغيت نسولك وليد، حضور ديال الامهات والحضور ديال الاباء ديال اللاعبين، ما هو الدور اللي يمكن لعبوه في اذكاء الحماس ديال اللاعبين؟ وحنا شفنا الصور الجميله اللي تنقلتها وسائل الاعلام ديال حكيمي وهو غادي تعنق الوالده ديالو، الصابري كذلك، واحد الروح جماعيه بين الاباء والامهات ديال اللاعبين. شنو يمكن لك تقول لنا في هذا الصدد؟ لا كنا قبل ما نجيو كان عندنا اون استراتيجي، اما نجيبوا لي فامي اما ما نجيبوهمش. على ليكسبيريونس ديال 2018 on a pris avec le staff l'option نجيبوا لي فامي ديالنا باسكو فوالا ملي كدير اون كومبيتيسيون كاينين اللي عندهم ولادهم، كاينين اللي كيبغيو يحسوا بالوالدين ديالهم قدامهم. جو بونس كون ا بيان جيري. ابخي سي فري كو فهادشي ماشي ساهله، ملي كتربح كلشي غادا الامور مزيان، حتى واحد ما كيهضر وليدي مزيانه، ولا كتخسر كيقولوا علاش جابوا لي فامي. مي ابخي سي ما ريسبونسابيلتي. حنا فرحانين شفناهم دابا مور ماتش ديال بلجيك و مي اون اي كونسونطري. لي فامي نو ديرونج با ا بارتير مومون و كنشوفوهم ابخي لي ماتش. Et après, on a le temps de se concentrer pour le match. Mais بحال اللي قلتي l'esprit de famille اللي عندنا على برا بغينا نجبرو حتى في التيران، وهادشي اللي كيطرا en ce moment. Donc on est content, pour le moment ça fonctionne bien. كما تابعتوا خوتي وليد الركراكي كان موفق في الاجابه عن كل الاسئله ديال الصحفيين، واكد ان النخبه الوطنيه مستعده لهذه المقابله ضد المنتخب الكندي، واللاعبين مستعدين انه يعطيو 100%، يعطيو دمهم لهاد باش نتاهلوا ان شاء الله ويرفعوا رايه البلاد ويشرفوا المغرب والمغاربه. وكانت احد الصحفيين سالوا انه قال ليه المدرب ديال المنتخب الكندي قال في مؤتمر صحفي انه بغا يدخلوا ليستوار ويربحوا هذا الماتش باش يشرفوا بلادهم ويربحوا 3 نقاط. اول ربح ليهم في ثاني مشاركه لهم في كاس العالم بعد مشاركه 86 كاس العالم بمكسيك. وقال لهم حنا موجودين، حتى حنا بغينا حتى حنا نبينوا لهم يعني الكره المغربيه ونشرفوا بلادنا حتى حنا. وحنا الهدف ديالنا ولوبجيكتيف ديالنا في قطر 2022 باش نشرفوا الكره المغربيه ونمشيو ابعد نقطه في هذا المونديال، وما يخلعناش منتخب كندي ولا غيره. حنا تناخذوا ماتش نلعبوا ماتش ما تهمناش الخصوم الاخرين. واكد انه عنده 26 لاعب، كل لاعب يعني بغى يعطي ماكسيموم اللي عنده باش يساعد المنتخب في التأهل إلى دور الثمانية. كما أشار وليد الركراكي قال أن اللاعبين يعني في أتم استعداد، وما بغاش يقول يعني ما قالش اللائحة زعما كاين اللائحة اللي غادي يدخل بها هاد اللاعبين، ولكن نقدروا نعطيو واحد التصور ديال
ديال يعني عناصر اللي تدخل في هذا الماتش، المنتخب المغربي مع منتخب كندي. يعني تنتوقع انه يكون في حراسه المرمى الحارس ياسين بونو بعد الاصابه ديالو اللي تعرض لها في يعني وعكه صحيه قبل المباراه اللي درنا نهار الاحد مع منتخب بلجيكا. الالم اللي كان نحس في البطن ديالو يعني غادي يرجع ان شاء الله، ويرجع لهذا يلعب في هذا الماتش ديال غدا ان شاء الله. في الدفاع غادي يكون رومان سايس لاكس سنترال، وغادي يساعدو نايف اكرد. وفي الظهير الايسر غادي يكون نصير المزراوي، والظهير الايمن غادي يكون اشرف حكيمي. في الوسط تنتوقعوا يكون يعني المحارب سفيان مرابط، تساعدوا عز الدين وناحي كرجل ربط او بوكس تي بوكس وان، وغادي يكون معاه رجل الربط الثاني اللي هو نايف اكرد او بوكس تو بوكس تو. غادي نشوفوا زياش في الجناح الايسر، جناح ايمن، مهاجم جناح ايمن، ونشوفوا سفيان بوفال في الجناح الايسر، مهاجم جناح ايسر. غادي يكون كراس حربه يكون يوسف نصيري كمهاجم صريح للمنتخب المغربي. والتشكيله يمكن ان ترى اي تغييرات في المقابله، يعني يقدر وليد الركراكي يبدل بوفال بزلزولي، ولا يبدل أناحي بيحيى عطية الله، ولا يبدل يوسف النصيري بعبد الرزاق حمد الله، على حسب سيناريوهات المقابله وعلى حسب الخطه اللي غادي يدخل بها وليد الركراكي كما شفنا مع منتخب بلجيكا. يعني نتمنوا للمنتخب ديالنا ان شاء الله التوفيق في هذه المقابله المصيريه، ويربح ان شاء الله، ونجيبوا 3 نقاط ونكونوا في صداره ان شاء الله، باش ما يكونش باش يعني نلعبوا ان شاء الله في دور الثمن مع في وصيف المجموعه الثامنه، سواء بلجيكا سواء اسبانيا او المانيا. يعني باش نتفاداو سباليون، يعني خصنا نجيو حنا الاولين في هذه المجموعه. نتمنى من الله التوفيق، وما تكونش مفاجاه، ويكونوا الدراري في نهارهم، يكونوا في اتم استعداد، يكونوا ثاقين في القدرات ديالهم والامكانيات ديالهم، ويحسنوا الدفاع. لان كما شفنا في المقابلات الاولى المنتخب الكندي يعني تيهجم بواحد الكثافه، ما عندهم تيحلوا الماتش، تيحلوا اللعب، وهذه نقطه ايجابيه بالنسبه لهم ونقطه سلبيه، لانهم تيهاجموا تيخلوا الظهر ديالهم محلول وخاوي. يعني نقدروا حنا نديروا كونتر اتاك ونعطيو الكره للاظهره ديالنا اللي غادي يقدروا يمشيو يوصلوا الكره للشباك ان شاء الله باذن الله. يعني يكونوا اللعابه ديالنا في المستوى، يكون الدفاع متراص، يكون واحد الحائط دفاعي سميك، ما نخلوش المهاجمين اللي تيجوا بكثافه ديالهم ديال الكنديين تيهجموا على المرمى كما شفنا مع المنتخب الكرواتي. يعني سجلوا الهدف الاول ويعني بقاو تيهاجموا دائما، ولكن خلاو الظهر ديالهم محلول، والكروات باغتوهم في 4 أهداف وخرجوا خاسرين ب4-1. نتمنوا يكونوا اللعابه يفطنوا لهذه المساله ويستغلوا هذه نقطه الضعف عند الكنديين، ونكونوا يعني في تم استعداد من نديروا لي كونتر اتاك يكون فعال، والدراري يكونوا في وقتهم يماركوا ان شاء الله اهداف اللي تكون في صالح ديالنا ان شاء الله، ونديروا حراسه مشدده على المهاجمين، سيرتو الدراري ديالهم تيلعبوا في يعني في دوريات اوروبيه، في تشيلسي تيلعبوا، في المانيا تيلعبوا، في الانجليز تيلعبوا، في ايطالي. يعني عندهم واحد المستوى، ودراري باقيين شباب عندهم. يعني المنتخب ديالنا خص يكون في اتم الحيطه والحذر، ويكونوا مستعدين يعني اي مفاجات. نتمنوا المنتخب ديالنا المغربي الفوز في هذه المقابله، وديما مغرب ان شاء الله، والى الثمن ان شاء الله باذن الله، وغدا ان شاء الله نفرحوا مع المنتخب ومع المغاربه ان شاء الله. خوتي نقول لكم السلام عليكم، الى فيديو ان شاء الله قادم ان شاء الله، وتحيه طيبه لكم.